السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الرز بلبن زي المحلات بالظبط، والطريقة والتكات. يلا بينا نشوف الطريقة. بصوا يا جماعة، كريمي ازاي، كريمي من كتر جمالها مش هتقدروا تستغنوا عن الطريقة دي خالص. يلا بينا نشوف الطريقة. يلا بينا حبايبي. هنا انا ضفت كوبايتين من الرز. هنسيب الرز قد ايه لحد ما يشرب الميه دي. اول حاجه يشرب الميه دي خالص، وبعدين هنضيف 2 كيلو لبن على كل كوبايه من الرز، عليها كيلو لبن. هنضيف عليها 2 كيلو من اللبن. بس اول حاجه نفضل ايدينا كده فيه اول ما يغلي، ونسيبه لحد ما يشرب الميه خالص. ماشي. انا دلوقتي هغطي عليه لحد ما هغطي عليه بس كده عشان ما يطلعش بره، لحد بس ما يشرب الميه خالص، وبعدين هعرق عليه الغطا وهنضيف اللبن. انا هشيل الغطا دلوقتي من عليه. شايفين ده عامل ازاي القوام ده؟ انا عايزاه كده. دلوقتي بقى هنزل اللبن عليه. نجيب اللبن اللي هو 2 كيلو وهنزل عليه اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللبن متلج بس شويه. ايدك بقى عليه وانت بتقلبي كده، يعني ما تسيبوش. عندنا هنا كريم جانتيه، معلقتين كبار من الكريم الجانتيه، هندوبهم بشويه لبن وهننزل عليهم. وعندي كمان عندي فنجان صغير اهو من القشطه. القشطه دي انا عيناها من اللبن وكنت شايلاها عندي. عايزين تجيبوا قشطه من بره برضو بتبقى كويسه، بس دي كانت عندي. انا بس اقعد اقلب كده لحد ما الرز يشرب. وعندي كمان كوبايتين من السكر. السكر ده حسب الرغبه، يعني حسب ما انت بتحبي. عندي كوبايتين من السكر، بس هحط الحاجه دي امتى؟ اول ما يبتدي ان هو يطلع فقاعات كده هضيف الحاجات دي كلها. قعدنا بنقلب اهو حبايب قلبي. بص قعدنا نقلب اهو. بص الرز بقى عامل ازاي. انا ما عملتش حاجه خالص، انا بس اهو دوبت لبن مع الكريم الجانتي وهنزل بيهم دلوقتي. ده بيخليك كريمي وجميل جدا. هنزل كمان بالقشطه بتاعتي، القشطه اللي انا قلت لكم عليها هنزل بيها كلها. وهنزل كمان بكيس فانيليا بيدي ريحه للرز بلبن. لو عندك فانيليا سايله عادي حطيها، مفيش مشكله. حبايب قلبي ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. الرز بلبن ده بقى يعني بصوا مش هقول تحفه جدا. هتعملوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. شايفين كريم ازاي؟ شايفين كريم ازاي وعامل ازاي؟ دلوقتي احط السكر بتاعي. انا هحط اول كوبايه وهشوفه هو كده محتاج الكوبايه التانية ولا لا. اهم حاجه في الاخر كده توطي عليه النار وتقعدي تقلبي عشان ما يتلسعش منك. انا نزلت يا حبايب قلبي بالكوبايه التانية. ونقعد نقلب بقى كده. اهم حاجه تقلبي وتوطي عليه النار في الاخر. يلا ادعموني بقى واعملوا اشتراك للقناه عشان اعمل لكم كل جديد ان شاء الله. انا بغرف في الطبق اهو حبايبي. انا كنت غارفه حبه من قبل كده
شفتوا بقى من كوبايتين رز عملوا معانا قد ايه؟ انا هوريكم بعد ما اغرف وهيعجبكم جدا وهتعملوه بنفس الطريقه دي ان شاء الله. شايفين عامل ازاي كريمي ازاي وجميل زي بتاع بره بالظبط. ده كمان لما بيتحط بقى في التلاجة بيبقى وشه زي بتاع بره بالظبط. متنسوش حبايبي تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي طعمه جميل جدا والسكر بتاعه مظبوط. هو خد كوبايتين سكر والسكر بتاعه مظبوط جدا، طعمه جميل جدا. انا كده غرفتهم. يلا حبايبي يا رب ما تنسوش بس انا غرفه قلبي. انا غرفتهم اهو كوبايتين الرز. شفتوا عاملين الكميه الحلوه دي ازاي؟ انا دلوقتي بقى بنوتي بقى مستعجله عماله تقول لي يا ماما انا عايزه ادوق انا عايزه ادوق. هي دلوقتي هتدوق بقى وتقول لنا ايه رايها. يلا يا رودي دوقي يلا. ايه رايك؟ جميل قوي. تسلم ايدك. بالله انا والشفا حبيبتي. يلا باي، اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.